السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهارده 9 رمضان. رمضان بيعدي اهو، كل سنه وانتم طيبين. اي حد النهارده يقوم من النوم يقول هنفطروا ايه؟ طيب اول حاجه انا محضرها لكم النهارده، انا هعمل كورتين الشغل عايز اوريها لكم. ده كيلو جزر مبشور، كيلو جزر مبشور هتحطيه في الطاسه بتاعتك، تحط عليه نص كيلو سكر وسنة ميه صغيره ما تكتريش، ونحطها على النار وننسوه. طيب انا النهارده محضر لكم يا جماعه معايا نص كيلو فراخ وشويه خضار، مش هقول لكم بقى يعني انتوا شايفين اهو شويه خضار. طيب هوريكم حاجه النهارده جميله وسهله وخفيفه خالص، وهتبقى على السفره بتاعتكم اهو وانتوا بتفطروا النهارده، هتلاقوها جميله وخفيفه وحلوه خالص. الاول هنفرم الفراخ ديت، هفرمها لكم وبعد كده اوريكم انا هعمل بقى وهي مفرومه. بشار مديني بماشي ناكلها بالبابور. بعد كده يا جماعه هنجيب البتنجان بتاعنا اهو، تمام. تعمليه بالطريقه دي، احنا عملنا لكم قبل كده البتنجان في الفرن، والمفاجاه اللي جبت فيها يعني انها عامله نسبه اعلى مشاهده في الفيديوهات البتنجان اللي احنا عملناه. طيب بتجيبي طاسه عندك الاول، طاسه من اللي هي ديت اللي هي ما بتلزقش، وتحطها على النار وتقطع البتنجان بالشكل ده. تمام. بعد ما تقطع البتنجان بالشكل ده بتحطيه في الطاسه بتاعتك بالشكل ده، تحط عليه سنه ملح صغير، ماشي. بتجيب الكوسه بتاعتك بتقطعيها برضك زي ما انت عايز، اقسمها نصين كده، وخد الحته الاولانيه دي ونيميها على الناحيه الثانيه وقطعيها كده. خد الحته دي ونيم الكوسه بتاعتك عشان ما تتقورش وما تقعش منك. يبقى احنا كده جبنا لكم البتنجان وجبنا لكم الكوسه وقطعناها وهنشويها في الطاسه بتاعتنا كده، وهوريها لكم بعد ما تخلص ان شاء الله. فرمنا احنا الفراخ تقريبا نص كيلو فراخ، كسر عليه بيضه، حط عليه شويه الملح، حط عليه شويه الفلفل، وعندك شويه برمجان وتحط، ما عندكيش مش مشكله، وشويه البقدونس المقطعين. فجبنا الفراخ وملح وفلفل وبيض وشويه برمجانو وشويه البقدونس بتوعك مقطعين، وبتقلبيهم بالشكل ده. الفراخ المفرومه اللي عندك ديت واللي احنا عملناها كده ممكن تعمليها 50,000 حاجه وانت شغاله، بيبقى عينك على الحاجه بتاعت البتنجان بتاعك عشان ما يتحرقش منك. تمام.
هنجيب ده كده تعمليه كور صغيره بالطريقه دي. تمام. ما تخلصي تكوير الحاجه دي بس un piatto pizza per favore. انا بقلب بايدي يا جماعه، انتوا المفروض يعني في البيت تقلبوا بيتزا ولا حاجه، احنا عندنا كل حاجه. بصي بالطريقه دي كده. حط التانيين بتوعك اهو في الطاسه وترص معاهم شويه الكوسه اللي انت مقطعاها. وسنه الملح بتاعك. طيب ما بس هنا كليه بالبابور كلها دي الفرن. عايز اوريكم حاجه تانية، خلي ده هنا كده والجزر تبص عليه برضك تديله تقليبه كل شويه. كارته دي فرن. ايه اللي عندنا هنا؟ عندنا شويه بطاطس. هتجيب البطاطس تقشرها كده تقطعيها، طبعا احنا غسلينها كويس خالص. البطاطس دي يا جماعه مغسوله كويس خالص يعني. قطعها بالقشر بتاعها كده. ان شاء الله بس نخلصوا من شهر رمضان يا جماعه، وهتلاقوا يعني هتتبسطوا خلاص والله. نعمل شويه حلويات ونعمل حاجات جميله باذن الله مع بعض. وعلى فكره اللي انا عايز اقول لكم يا جماعه ان المطبخ الايطالي ده مش مطبخ غني ولا فقير، ده مطبخ الناس كلها. يعني هنا ما عندناش مطاعم. المطاعم بتاعنا هنا اللي احنا شغالين فيه ده بيخشوا الامير وبيخشوا الكبير وبيخشوا الغني وبيخشوا الفقير. مطعم زي اي مطعم في الدنيا. دي طبعا الحاجات دي مش موجوده في مصر. يعني انت بتسمع في مصر مطبخ طلياني بقى يبقى انت ايه؟ لا يا عم ده مطعم طلياني يا عم غالي. هنا المطاعم كلها واحد يا جماعه، والمطاعم كلها بيخشها الناس كلها. هتحطيه في الصينيه بتاعتك بالشكل ده. بص الروزمارين اهو. ديت هنا يا جماعه اسمها البطاطس الفلاح. عملنا لكم البتنجان المشوي وعملنا لكم الزوكينه المشويه، ودلوقتي هنعملوا الفراخ اللي احنا طحناها فرمناها وحطينا معاها البقدونس وحطينا معاها ملح وفلفل وحطينا معاها بيض. بعد كده بتعديها في البيض بتاعك كده شويه العيش. حطيهم كده تمام. عندك شويه مشره هوريكي برضك ممكن تعملها ايه تاني غير ان انت تقليها كده في الزيت بتاعك. طيب بس tutto dentro l'uovo. عبال ما نعدوها في البيض بتاعنا. عندك شويه مشروم، هتجيب المشروم بتاعك وتحطها في كده تمام. المشروم بتاعك وتحطي في الفراخ بالشكل ده.
عايزه تعملي 10 عايزه تعملي 5. انا طبعا يعني انا بعمل لكم عشان اوريكم. في حاجه مهمه ثانيه يا جماعه، انا امبارح لما روحت البيت لقيت المدام عندي بتقول لي انت ما قلتش المقادير بتاعت المكرونه البشاميل، عشان يعني المدام من اكتر متابعين يعني. احنا امبارح المكرونه الكميه اللي احنا عملناها ديت عملناها تقريبا ل 25 واحد، او يعني 25 واحد كيلو فضل منها كمان. انتوا لو هتعملوا مثلا نص كيلو هيوكل لكم 6 افراد، يبقى نص كيلو مكرونه مع 300 جرام لحمه. يبقى احنا كده خلصنا الحاجات يا جماعه اللي احنا عملناها لكم النهارده. معلش النهارده كان عندنا شويه مشكله في التسويق، بس انا هعيد لكم الحاجه تاني. ده البتنجان اللي احنا شويناه يا جماعه في الطاسه بتاعتنا. بعد ما تشويه بالطريقه دي بتحطيه في الطبق وتحط عليه شويه شويه الملح وشويه وسنه الزيت بتاعك وشويه ملح وزيت، وتقطع الكرفس المتقطع عندك ده البقدونس وتحط عليه على وشه شويه. نفس الوضع في الكوسه، بعد ما بتشويها بتحط عليها شويه البقدونس المقطعين وشويه الملح وسنه الفلفل وسنه الزيت. هنا ده البطاطس اللي احنا عملناها حطيناها في الفرن مع شويه ملح وشويه زيت وشويه فلفل اسمر وشويه الروزمارين بتاعنا، وطلعت بالشكل ده. دي الفراخ اللي احنا عملناها، دي الفراخ اللي احنا جبناها نص كيلو فراخ، طحناه وحطينا معاه البقدونس المطحوق وحطينا معاه البيضه وحطينا معاه شويه جبنه اللي هي المبشوره اللي هو البارميجانو وملح وفلفل، وبعد كده عديناها في البيض، وبعد ما عديناها في البيض عديناها في البقسماط، وبعد كده قليناها طلعت معانا بالشكل ده. تمام. فضل حته عجينه من بتاعه الفراخ، حبيت اعمل لكم بقى طبق تاني. عملت لكم بقى المشرم ده، حشينا المشرم وحطيناه في الفرن. ويبقى كده النهارده دولت حاجات بسيطه وحاجات خفيفه يعني تغيير شويه. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي بتاع تورته الجزر، والسلام عليكم.